السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الشباب نخش المساجد يا جماعة نلاقي على دورات المياه كده قدام الميضة المية ساقعة، الشباب واقف عمال يفكر المية ساقعة، المية تلج، مش عارف ايه. أخي الكريم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسباغ الوضوء إتمامه على المكاره. نفسي عايزة تتوضى بمية سخنة الآن، طيب مفيش مية سخنة، هتوضى بمية باردة، اصبر. هذا شيء تكرهه نفسك، اصبر. إسباغ الوضوء على المكاره. الثانية كثرة الخطى للمساجد. أنا قاعد بصلي في بيتي ليه؟ طيب أنا أروح للمسجد مغسلة ذنوب. يا جماعة ذنوب التليفونات كترت، والله العظيم ذنوب الخلوات كترت. اسمع الأولى، كثرة الخطى للمساجد بعد إسباغ الوضوء على المكاره. أنا قاعد في المسجد من المغرب للعشاء، وراك حاجة في البيت؟ إيه اللي يخليك تروح فعلا البيت؟ انتظار الصلاة بعد الصلاة. العلماء يقولوا من أعظم مغاسل الذنوب. شوف مغسلة كاملة يا جماعة، تخرج نظيف أبيض. شوف كثرة الخطى للمساجد، قبلها إسباغ الوضوء على المكاره. الثالثة انتظار الصلاة بعد الصلاة. اقعد من المغرب لحد العشاء، عملت ذنب، اقعد في المسجد. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.